مرحبا بكم في فيديو جديد. كالعادة صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم غادي نشارك معكم الحسوه او الشوربه ديال البلبوله كما كتسميوها نتوما. غادي نشاركها معكم بواحد الطريقه كتجي لذيذه بزاف وصحيه في نفس الوقت بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم المصران واللي كيكون عندهم المعده وما خاصهمش ياكلوا الحليب، ما خاصهمش ولا مطيشه حتى ما خاصهمش ياكلوها على حساب الحرقه ديال المعده. اليوم نطيب لكم بواحد الطريقه كتجي بنينه ولذيذه وصحيه كما قلت لكم في نفس الوقت. عندي رابعه ديال البلبوله متوسطه، انا كنفضل الا كانت ديك الغليظه اللي كتكون غليظه كنفضل كتجي زوينه بزاف في الحسوه. انا هنايا البلبوله اللي مرقداها ليله كامله، يعني درت ليها الماء بارد وخليتها مرقده. المهم اول حاجه خاصكم تغسلوها مزيان من داك النشا ديالها، تغسلوها مزيان ديك النخاله اللي كتكون الفوق تغسلوها مزيان وديروا ليها ماء نقي وترقدوها فيه، حيت هو داك الماء اللي مرقده فيه هو اللي غادا نطيبوها فيه. زدت عليها شويه ديال الملح وزدت عليها نص كاس ديال زيت الزيتون، اختياري بغيتو ديروه في الاول ولا ديروه في الاخر، ولا ما كانش متوفر ما ديروش. زدت عليها شويه ديال الخرقوم عرق، كما كنعرفوا الفوائد ديال الخرقوم عرق لا تعد ولا تحصى. داكشي علاش انا ما كتعجبنيش بيضه درت فيها خرقوم ديال العرق، منها صحي ومنها عاوتاني زوين. زدت عليها شويه ديال الزعتر كيعطيها واحد المذاق زوين وواحد النسمه زوينه. الا كان عندكم حتى فليو حتى هو كيجي زوين بزاف، خذوا 2 معالق ولا شنو طحنوهم كيعطيو واحد المذاق زوين وواحد النسمه زوين ومزيان البرد. وإلا ما كنتوش يعني ما كتاكلوش مشاهيه ما عندكمش محلوله يمكن لكم تضيفوا حتى شي ملعقه صغيره ديال الحلبه صافي وكنردوها طيب وكنقصوا عليها العافيه عندكم لا تصفيض ليكم. بقاو مبسمين عليها الغلاقه ديالها وخليوها طيب على نار مهيله. مره حركوا بحيث ولا ديك الكشكوشه الفوق، وفي نفس الوقت راني كنطيب الملوي. هذا الملوي مخمر هذا ديال الخميره كنطيب فيه مع الصباح. شفتوا تبارك الله كيفاش كيجي بحال الشهد مشهد ما عرفتش كيفاش غادي نقول، لكن مهدوش كيجي. كنطيبو مع الصباح. ان شاء الله غادي نشارك معكم الفيديو ديالو، يعني الطريقه ديالو في الفيديو اللي غادي يجي من ورا هذا. ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه، راه زوينه وساهل وكيوجد في البلاصه. يعني هذا راه هو الملوي ديال الزربه كما نقولوا، انا كنقول ليه الملوي المدربل حيت الطريقه ديالو كيفاش كيتخدم مدربله وساهل دغيا كيوجد، ما تخافوش منه، يعني ما كياخذش الوقت. هذا ديال الضياف ديال الغلفله كما طابت ليا صافي كما شفتوا راه مرمخه جات، ماشي ديك اللي البلبوله كتاكلي فيها وكتحسي بها حرشه في فمك، كتجي مرمخه. شنو السبب اللي خلاها مرمخه؟ هي رقدناها ليله كامله. البلبوله ملي كترقد ملي كتجي طيبيها كطيب دغيا وما كتستهلكيش في البوطه، وفي نفس الوقت كتجي طيبه وكتجي مرمخه على بعضياتها وكتجي زوينه بزاف. كما كتشوفوا انا راه هنا وجدتها للفطور. بنتي ما كتبغيش تفطر ليا ولكن كيعجبها بحال هادشي ديال الحسوه وهادشي كيعجبها بزاف تفطر به. وجدت كذلك حتى دوك المليوات المخمرين حيت بنتي ما كتعجبها الصراحه الفطور، ولكن ملي كندير ليها هاد البلبوله وكندير ليها هاد المخمرات الملويات كتاكل تبارك الله وكتفتح ليها الشهيه بحال هادشي كيفتح ليها الشهيه كتاكل. اما درنا غير الخبز واتاي وزيت الزيتون وداكشي والفرماج والو ما كتبغيش تاكل ليا، ولكن من هنا ملي كنوجد لها بحال هادشي كتحل ليها الشهيه. وصراحه حنا كتحل لينا الصراحه الشهيه، وهاد الحسوه كتجي بنينه ولذيذه كنصحكم تجربوها طيبوا لوليداتكم. والا قلت لكم الا وليداتكم ما كانوش كياكلوا لكم يمكن لكم ديروا الحلبه وغتشوفوا شحال وليداتكم غاديوليو ياكلوا وبالصحه والراحه. تنساوناش من التفاعل ديالكم، ما تنساوش تعملوا المتابعه باش يوصلكم كل جديد.